بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تكلم عبد الله مهاوش عن مجموعة من طلبة العلم في شمال العراق، لكنه سرعان ما حول طعنه في الشيخ رائد آل طاهر سلمه الله نجاه، فقال: الشيخ ربيع كان ينهى حتى عن التكلم في عبد اللطيف، الطعن في عبد اللطيف ظاهرا، إنما التناصح، والأخوة كان تناصحهم بيننا وكلنا كنا نتناصح. ما أحد طعن بعبد اللطيف علنا، وأنتم كنتم تلمون السلفيين ليش ما يردون على عبد اللطيف، بس أنتم ورائد آل طاهر، والشيخ يقول لكم اسكتوا. وعن طريقي أنا كلمت رائد وقلت له: يا رائد، لا ترد على عبد اللطيف الآن، انصحه بينك وبين النصح، لا تنشر شيء من الرد. ورائد متهور كعادته سفيه. لماذا هذا الكذب والتلبيس؟ لقد كنتم تكتبون الكتابات الركيكة ثم تعرضونها على الشيخ ربيع حفظه الله، وكان يرميها في وجوه الكاتبين لأنها غير مبنية على العلم الرصين، وبقي هذا الوضع أكثر من عامين.